الموضوعية وعدم الانحياز وكلام كتير اتكلمنا فيه قبل الفاصل، لكن خلونا دلوقتي نرحب بضيفنا أستاذ فيليب فكري، كاتب صحفي وفنان جرافيكاتير. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. منورنا يا أستاذ فيليب. ميرسي، أهلا بيك. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الموضوعية والحياد، وكنا بنتكلم هل الصحافة مثلا أو هل إحنا كأشخاص موضوعيين، ازاي نبقى موضوعيين في قراراتنا وفي أفكارنا. ولو بنتكلم بقى عن الصحافة بصفة حضرتك كاتب صحفي، شايف إيه أو أنت فين من فكرة إن الصحافة موضوعية أو الصحافة عندها حياد؟ لا، الصحافة أبعد ما يكون عن الموضوعية. الصحافة شقين، يعني كصحافة خبرية أو كصحافة كاتب صحفي، يعني أو كاتب رأي. يعني أنا لما أجي أكتب مقال رأي ما ينفعش أكون موضوعي بقدر الإمكان. يعني لو يعني ده رأيي يعني ذاتية، من يعني اسمه يعني رأيي بالظبط. ده بخبرتي أنا، بمنظوري أنا، بوجهة نظري، باللي أنا شايفه. فعمري ما هكون موضوعي إلا لو هكتب مقال وده ما بيطلع بره فكرة إنه مقال رأيي. لو هكتب مقال بشكل علمي ساينتفك، يعني حاجة بكتب نتيجة معينة لحاجة علمية معينة، حاجة بالظبط ما فيهوش ألعب فيه بالظبط. وهي دي الجزء أعتقد الوحيد في الحياة اللي ممكن يبقى فيه موضوعية. لو بنتكلم في حاجة فيها بنتكلم في الرياضة، في علم الرياضة، في علم الكيمياء، يعني ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن أبقى موضوعي فيها، لأنه اوريدي فيها نتيجة واضحة. لكن هكتب رأيي في أي موقف إنساني في العلوم الإنسانية مضطر إن أنا أكون غير موضوع، أو لازم أكون غير موضوع. في الصحافة الخبرية المفترض إن يكون في نسبة من الموضوعية فيها، وده طبعا صعب يحصل، لأنه برضو بيحصل بوجهة نظر وبيحصل بخلفية وأيديولوجية الجريدة أو القناة أو أيا كان اللي بيكتب الخبر يعني. طيب حضرتك فنان جرافيكاتير، عايزين الأول تشرح لنا معنى الكلمة. أنا رسام اوريدي، رسام من وأنا طفل يعني، وخدت جوائز عالمية وكده. وبعد كده متعلم على إيد أو متربي يعني على إيد أستاذ مصطفى حسين ربنا يرحمه. وكنت برسم كاريكاتير وكده، فابتديت اعمل حاجه ان ارسم كاريكاتير باستخدام الكمبيوتر، برامج الجرافيك، غير الديجيتال بينتنج اللي موجود دلوقتي. لا، دي حاجه تاني. ابتديت احاول اسجل، سميتها جرافيكاتير عشان يبقى من اسمها جرافيك مع الكاريكاتير. حاولت اسجلها هنا في مصر، ما عرفتش. لفيت ليه؟ شوية. مع ان نوع من الفن موجود يعني. ليه؟ لا مش موجود. هو لا مش موجود يعني، انت عملته انت خليته موجود لان انت بتقدم منتج يعني. ما عرفوش يعني. انا عايز اقول لحضرتك انا كنت مع استاذ مصطفى حسين ورحنا نلف في القصه دي لحد ما وصلنا لفاروق حسني وزير الثقافه. يعني كنا في مكتبه واحنا مش عارفين نسجلها، هم مش عارفين يوصفوها يعني. ما فيش حاجه اسمها تسجيل فن، يعني يقول لي اسجل لك، انا معايا نماذج يعني، فيقول لي اسجلهم لك كصوره. يعني انا راسم فلان مثلا، فدي تتسجل. لا، انا عايز اسجل الاسلوب ده. ما عرفوش اسم الفن نفسه يعني. ما عرفوش يحطوه تحت اي سياق مثلا. ما دي بتبقى مشكله التسجيل، التصنيف بالظبط. لو ما يعرفوش يصنفوه مصنف فني ولا مصنف يعني. طب فيليب، قدرت تعمل ايه بقى لما قابلتك الصعوبات دي؟ سجلته بره في حقوق الملكيه الفكريه العالميه. طب مش بتشوف ان الكاريكاتير نفسه وجهه نظر ثالثه يعني ما فيهوش حياديه بقى؟ ما ينفعش. هي نفس الفكره. انت زي ما قال رأي. انا لو هاجي اعمل فكره او هاجي اعمل حاجه كاريكاتير او جرافيكاتير، انا مضطر اتبنى وجهه نظر. تبنيه لوجهه النظر دي بتلغي موضوع يخليني طبعا مش حيادي او منحاز، ابقى ذاتي. اللي هي الخصم اللدود للموضوعيه، لان ده وجهه نظر انا. انت ممكن احنا الاثنين نقعد نتسابق، وده حصلت في حاجات كتير، نتسابق في فكر الكاريكاتير. يعني انا ارسم حاجه بفكري بايديولوجيتي، تروح انت رادد عليا بحاجه، انت ليك وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر، الاثنين عكس بعض، ونفضل على كده. ده حتى الرسم فيه خناق، مش الكلام لوحده. كل حاجه. ازاي بتوظف انت بقى فيليب الكاريكاتير في ان هو يخدم خبر معين؟ استاذ محمد صبحي كان دايما لما اتكلم معاه في القصه دي يوصف لي، يقول لي اللي انا بعمله في عرض مدته 3 ساعات ببروفاته بي انت ممكن تعمله في مساحه لا تتعدى 10 في 10 مثلا، في مساحه صغيره. لان انت في البرواز الكاريكاتيري ده او لاي رسام كاريكاتيري، يعني انت بتبني لوكيشن وبتبني فكره وبتحط اشخاص وبتعرفهم
تقول وجهة نظر ومطلوب ان انت تضحك الناس كمان وانت بتفرض رأيك عليهم يعني. فدي ده مسرحية كاملة، انت قلت مسرحية كاملة. ايه اكتر كاريكاتير عملته وحسيت ان هو في انحياز لحاجة معينة؟ كل حاجة طبعا فيها انحياز. بس يعني عمل يعني ضجة كده. كل الحاجات السياسة، الكاريكاتير السياسي هو اللي بيعمل ضجة، بالذات في فترة من 2011 و2012. الفترة دي كانت صخبة جدا جدا في وجود الإخوان وكده. فده كان كاريكاتير، وطبعا كان ليها تداعيات صعب يعني. بس هي دي أكتر حاجة، الكاريكاتير السياسي بيلفت النظر. وكاريكاتير على المرأة مثلا بيلفتش النظر؟ وعن المرأة مثلا يعني بتشوف حاجات كده بنعديها بمزاجنا بس. زي ايه؟ لا الحاجات اللي فيها تريقة على الستات وكده. ده موجود طبعا. انا يعني بحاول دايما الكاريكاتير او الجرافيكاتير يبقى وراه حاجه. انا ما بعرفش اعمل حكايه الضحك من اجل الضحك يعني. ممكن ده موجود وحلو وكل حاجه، بس مش يعني انا مش متبنيه، لان هنا انت مع يعني انت اكنك بتقول نكته، عايز توصل مسج. طبعا. هي الفكره برضو ان انا بترجم مقال الراي. أيوة. يعني اللي انا بعمله دلوقتي بكتبه ان انا اوريدي بكتب مقال صحفي وبدعمه بالصوره الجرافيكاتير دي. سواء مجرد صوره البورتريه وده قليل، او صوره فيها حدوته او حدوته المقال او فكره المقال. لو قلنا حاجه انت فاكرها اجتماعيه كده انت منحاز ليها، حاجه كتبت عملتها عنها ورسمتها، حاجه عملتها. لا كنت افتكر قبل كده، لان يعني انا اخر مقال كاتبه كان على موضوع الانتحار اللي هو ترند دلوقتي وكده. يعني كتبت فيه ردود افعالنا احنا، ردود افعال الشباب على الفيسبوك وفي المواقع وفي الصحافه، وفكره طريقتنا في التعبير عن الموضوع اللي هو يا اما ببقى قاسي على المنتحر جدا، يا اما بتعاطف معاه جدا، مع ان الموضوع مش كده، او الموضوع مش لازم ناخده كده. لازم الموضوع ناخده ليه تداعيات لتحليل الموضوع اصلا، من ليه ده حصل. ده مش موجود، مش ده وفكره ان المنتحر ده اللي بيوصل ان هو يتخلص من نفسه بايده، ده بيكون حصل كميه تفاعلات كيميائيه رهيبه وبشعه في مخه وفي عقله عشان يوصل انه يعمل كده بارادته. فهو يعني بنسبه او 90% من اللي بيحصل فيهم كده هو غائب عن الوعي اصلا، هو مش مسيطر على نفسه، هو مش موجود. عماله اتخيل ايه الرسمه اللي ممكن تكون رسمتها على موضوع زي ده، مش لاقيه. دي انا اتخيل انت بتتكلم مش عارفه اجيب حاجه يعني. هي عملت صوره تعبيريه عاديه يعني، لكن في اغلب الحاجات التانية بتبقى مرتبطه باشخاص اكتر. يعني لما اكتب عن حد، عن ايوه، ما عشان موضوع الانتحار ده ما فيهوش حياديه، والموضوعيه ده كلنا متفقين عليه يعني. ده من الاستوعابات اللي حضرتك كنت بتشير ليها برضو في الاول، ان في حاجات ثابته ما فيهاش حياديه. طيب شباب، ايه الحاجات اللي ممكن نختلف عليها ويبقى تحس انك انت منحازه ليها في برونيا؟ احس اني منحازه ليها؟ لا يعني زي وتحبي تشوفيها بصوره زي قضايا حقوق الانسان، التعبير عن الراي، قضايا المراه، حاجات دي يعني. بحس انه لا، في ناس محتاجين نتكلم عنها، وفي ناس هنا بقى لازم ابقى منحازه لاي حد شايفاه ضعيف. اوكي. جرجس؟ بحس الافلام والمسلسلات اللي هو كل واحد بيعرض موضوع، فده منحاز لي او حاجه بحبها، فانا برضو منحاز لجزء في الحاجات دي. ممكن ببقى منحازه اكتر لقضايا المراه، لان عندنا الجانب ده حضرتك عارف انه بنتك عليه شويه او بنحاول نظهره. برضو ببقى منحازه لفريق معين، لحد معين، بس الاكتر حاجه بتبقى قضايا المراه يعني. طيب انا فكرت في حاجه، يعني ازاي اقدر اصدق الصحافه، اصدق الاعلام، بالرغم ان انا عارف ان هو موجه ومنحاز وغير موضوعي؟ هل ان احنا نقول ده بشكل مباشر وشكل صريح
ممكن يكون احد الحلول، ولا صعب ان هم يعترفوا بده؟ ان انا اقول ان انا منحاز او ان انا غير يعني موضوعي. انا اقول يعني مثلا زي مثلا الاهلي، ما هو عامل قناه، النادي الاهلي عامل قناه ليه، قناه النادي الاهلي، اكيد مش هتطلعوا فيها اعلانات عن اي نادي اخر، او ان هم يقولوا ان احنا اللاعب الفلاني اللي مش معانا ده بيلعب احسن من عندنا. هو قايل من الاول. صراحه انا بتكلم برايي صريح. زمان كان في مثلا قنوات معروفه انها بتعبر عن حزب معين، دي قناه حزب كذا، فان احنا نكون واضحين جدا وصراحه وفي شفافيه. دي قناه النادي الاهلي، او قناه في بعض الفنانين عاملين نفسهم قنوات، دي قناه بتاعتي، اكيد مش هتجيب مطرب تاني فيها او مطربه تانيه. ففكره الوضوح واني اكون مباشر دي ممكن تحصل بقى بشكل بقى اكبر، مش بس قناه النادي او قناه الفنان او فنانه. طبعا معاك، وده اوريدي حاصل. يعني انا متهيألي الناس احنا محققينها. ده موجود. يعني هم مصنفين، لما بتفرج على القناه الفلانيه وفيها الاعلام الفلاني، فعارف ان ده توجهه ايه ودماغهم ايه وهنا ايديولوجيتهم ايه. يعني بتبقى احنا الناس او الجمهور نفسه مصنف الاعلام والصحافه بشكل مبدئي بدون ما تبقى مباشره. يعني انا عايزاها تبقى مباشره بقى عشان ما نقعدش نضحك على بعض. يعني انا عندي ان انا اقول انا قناه بتدعم النادي الفلاني احسن ما اقول ان انا قناه محايده وانا مش كده. مفيش حاجه. لو حد قال قناه محايده تعرفي من الاول ان هو مستحيل يبقى ممكن اعلامي حتى يقول انا محايد، بس هو بس هيبقى محايد بناء على ايه؟ ما هو محايد دي هو اعلامي يعني طالع يقول راي. لا أوكي. مش شرط. ممكن لو اعلامي ورايح يعني قايم بيدير حوار ما بين اطراف مختلفه، ما ينفعش يكون اصلا منحاز. يعني شايفه انه في اوقات لازم اكون فيها حيادي. هو الحياد ده هو اللي بيجيب موضوعيه. لو انا دايما منحاز لراي معين اكيد هفشل في اني اكون موضوعي. معاكي حق. لو دلوقتي بندير حوار بين وجهتين نظر، فانا لازم اكون محايد عشان اقدر ادير الحوار ده. يعني ساعات بشبهها بايه، كنت في ندوات كده بشرحها، لو انا عملت رقم زي ده كده وجينا عملنا بصينا من فوق، ممكن ترفع الورقه للكاميرا بس عشان نشوفها مع بعض كلنا. اللي شايف من هنا هيشوفوا 8، اللي شايف من هنا هيشوفوا 7، وهكذا. لو عملت حرف W انا هشوف W وانت هتشوفوا M. حرف الO بقى ده قليل قوي. اللي هو كلنا نكون متفقين على حاجه، كلنا شايفينها واحد، لان انا بقول رايي بناء او بقول وجهه نظري او اللي انا شايفه بناء على منظور انا قاعد فين، بناء على ثقافتي وايديولوجيتي وتربيتي وخبرتي ومنهجي بناء على كل خبراتي السابقه. فعمرنا ما هنكون محايدين. وكل الكلام النهارده كل الكلام ودانا، نشكركم فعلا. ويعني كل الكلام ودانا يا مايكل ان الموضوعيه فخ والحياد وهم بالظبط. فيعني خلينا نكون بقى احنا اللي موضوعيين في نفسنا، واحنا اللي نشوف بقى ونبقى عارفين. النهايه مفتوحه كده، واعتقد هو المشاهد نفسه والشباب اللي يتفرج علينا هيقدر يقرر هو يعيش الموضوعيه ازاي ويبقى منحاز لايه بالظبط. بنشكرك جدا فيليب فكري، كاتب صحفي ورسام جرافيكاتير. بشكرك جدا. بشكرك يا جرجس، بشكرك يا مارينا، بشكرك يا مينا، وبنشكركم. وان شاء الله حلقه جديده الاسبوع اللي جاي ونورتونا.